ازاي تخليه يرجع ليكي ويندم انه فرط فيكي. اهلا بيكم في قناة ايمي داوود. النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا لكل البنات. انا عارفة انك داخلة الفيديو ده وقلبك وجعك شوية او يمكن حاسة بالظلم. ممكن تكوني قاعدة ماسكة الموبايل دلوقتي ومستنية منه رسالة او بتسألي نفسك هو انا قصرت في ايه عشان يعمل معايا كده؟ ليه ما بقاش يشوفني زي الاول؟ بصي بقى يا ست الكل، انا مش جايه النهارده اقول لك عيطي ولا جايه اقول لك روحي عاتبيه، انا جايه اقول لك ازاي تخليه يلف حوالين نفسه ويرجع يندم على كل لحظه سابك فيها، بس بطريقه ذكيه عفويه من غير ما تباني مدلوقه ولا حتى قصده ده. هنعرف مع بعض ايه الاخطاء اللي انت عملتيها وخليتيه يضمن وجودك، وازاي نقلب الطاوله لصالحك. بس هاتي كوبايه القهوه بتاعتك او الشاي بتاعك وركزي معايا جدا واعملي لايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل بنت محتاجة الفيديو ده. ويلا بينا هنبتدي الجزء الاول، وهو اهم حاجة. هو عشان نصلح لازم نعرف احنا بوظنا ايه الاول. الراجل لما بيضمن البنت بيبدأ ينسحب تدريجيا، فعايزين نسأل نفسنا تفتكري ضمنك ليه؟ عشان كم غلطة بتعمليهم بدافع الحب لله متناهي. الغلطة الأولى إنك دايما متاحة، بيكلمك الساعة 2 بالليل وبيلاقيكي صاحية ورديتي في ثانية. لما بيقولك يلا نتقابل كمان نص ساعة بتنزلي فورا وتلغي كل اللي وراكي. هنا انت حسستيه إن حياتك واقفة عليه. والراجل بيعشق المطاردة، لما بيلاقي الحاجة سهلة وموجودة طول الوقت بيفقد الشغف. الغلطة رقم 2 النكد واللوم المستمر، ان انت دايما تقولي له انت ما بقتش تحبني، انت بتتاخر في الرد ليه، انت اكيد بتكلم غيري. الكلام ده مش بيخليه يحبك يا حبيبتي، الكلام ده بيخليه يهرب منك ويدور على مكان هادي. اللوم الكتير بيبينك ضعيفه ومش واثقه من نفسك. الغلطه الثالثه وانك خليتيه هو مركز الكون. صاحبتك تقولك يلا نخرج تقولي لها لا مش قادره مستنياه يكلمني. هواياتك نسيتيها، طموحك أجلتيه. الراجل يحب البنت اللي عندها حياة، اللي بتلمع لوحدها، مش البنت اللي مستنية منه هو النور. هي كده كده اوريدي منورة. ازاي بقى تخليه يندم بعفوية؟ عايزين نقول اللي فات مات. ازاي بقى نخليه يرجع ويرقع بالمعنى المجازي للحب والاهتمام من غير خطط شريرة ولا حركات طفولية؟ هنعمل ده بذكاء الأنثى وعفويتها. أول حاجة الاختفاء المفاجئ بس بشياكة. القطع المفاجئ بيعمل صدمة في الدماغ. لو متعود انك بتسألي كل يوم اقفلي الحنفية دي تماما، لا عتاب لا خناق ولا انت فين. لما يكلمك ما ترديش في ثانية، استني ساعة او ساعتين وردي بنبرة رايقة ولطيفة جدا. اهلا يا فلان، معلش كنت مشغولة جدا، عامل ايه؟ طمني عليك. هنا هيدخل في حالة برجلة. مشغولة في ايه؟ زعلانة ليه؟ وليه مش باين في صوتك انك زعلانة؟ الغموض ده هو اول خطوة تخلي عقله يرجع يفكر فيكي 24 ساعة، لان هو فاكر نفسه محور الكون وان انتي ما عندكيش اي اهتمامات غيره هو شخصيا. افضل انتقام واقوى طريقة تخليه يندم هي انك تبقي النسخة الاجمل من نفسك. اهتمي بشكلك، غيري قصة شعرك، غيري طريقة لبس حجابك، البسي الوان مبهجة، اهتمي بنفسك قدر الامكان. انزلي اخرجي اتفسحي، اطلعي مع صحابك، روحي اماكن جديدة. نزلي ستوري واحدة بس شكلها يتجنن وانت بتضحكي من قلبك، مش علشان تلفتي انتباهه ولكن علشان انت مبسوطة، لان الشخص اللي قدامك مش غبي وفاهم ان انت ممكن تكوني بتغذيه او بتضايقيه. الرسالة اللا ارادية اللي هتوصل له انا عايشة ومبسوطة وحياتي ممتعة جدا بيك او من غيرك،
الراجل بيموت ويدخل حياة البنت المبسوطة. رقم 3 الصمت اللطيف. لو اتقابلتوا واتكلمتوا اياك تفتحي سيرة القديم او تشتكي، خليكي عفوية، بتضحكي، بتتكلمي في مواضيع عامة وبتسمعيه ببرود لطيف. لما يحس ان كلامه ما بقاش يهزك او يخليكي تتأثري تعيطي، هيتجنن ويهلوس. هي راحت فين؟ هي ما بقتش تحبني، والفضول ده هو اللي يخليه يرجع يطردك من تاني. وفي النهاية يا بنات، انا مش عايزاكي تعملي كل ده بس عشان هو يرجع، انا عايزاكي تعملي ده عشان انت تستاهلي تتحبي صح. الراجل لما بيشوف البنت مقدرة نفسها وعندها كرامة وذكية وما بتجريش وراه، هو اللي بيجي لحد عندها وبيطلب رضاها. افتكري دايما قيمتك مش مبنية على وجود شخص في حياتك او غيابه، انت كده كده غالية. واللي يعرف قيمتك ويحافظ عليكي واللي يضيعك هو اللي لازم يدفع الثمن ندم. لو عجبكم الفيديو سيبولي في الكومنتات مواقف حصلت معاكم وازاي اتصرفتوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.